لما أتى العرب إلى شمال أفريقيا استقبلهم البربر، لأنهم اثنينهم لا يحبون الروم. يعني هم أسقطوا الدولة البيزنطية في شمال أفريقيا، وكونوا دولة جديدة هذه الدولة الإسلامية. وعلى فكرة قبل 100 سنة من قدوم الإسلام كان هناك دولة أخرى اللي اسمها دولة الوندال. دولة الوندال كانت دولة مسيحية موحدة، كانوا أريسيين يسكنون في شمال أفريقيا، عاصمتهم قرطاج، ويعني شملت دولتهم كل الدول المجاورة من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وإسبانيا. فكانت اسمها دولة الوندال، اللي هما النصارى الموحدين الأريسيين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل لما أرسل له الرسالة: أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هذا هم الأريسيون. فلما أتى الرومان قضوا على الدولة الوندالية وقضوا عليهم بتاتا، يعني قتلوهم، صارت مجازر في الوندال لأنهم موحدين فقط. يعني كانت حرب دينية ليست حرب سياسية كما يشاع، لا، كل الحروب في القديم كانت حروب دينية لنشر أديانهم. فكانت الإمبراطورية الرومانية، إمبراطورية الروم اللي هي الإمبراطورية البيزنطية، كانت يعني تحارب على المسيحية التثليث، والوندال كانوا يحاربون على نصرانية التوحيد. حتى انه سلمان الفارسي لما ذهب الى الشام في اخر شخص قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: هل هناك من النصارى من يوحد الله بعدك؟ قال له: ليس هناك، لا أعلم على هذه الأرض بقي من النصارى من يوحد الله، فإني أنصحك أن تذهب إلى جزيرة العرب، فإنه وقت نزول أو قدوم نبي آخر الزمان، فاذهب إلى مكان في بين حرتين له نخل، مدينة بين حرتين لها نخل، فوصف له أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدينة عرفها كما وصفها له الراهب أو كما وصف له القس، ودخل المدينة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى مدينته ودخولها.